نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير غبورات هادي، وانا رجعت لكم بقصه جديده. ما تنساونيش من جيمو كومونتير هكا باش يطلع الفيديو لبزاف ديال الناس اللي يقدروا يستافدوا من هاد القصص اللي كانت بارطاجي. تبعوا معايا القصه ديال اليوم. القصه ديالنا ديال اليوم غتمشي بينا لمصر، لواحد المحافظه سميتها سوهاج. واحد العائله اللي متكونه من الزوج اللي سميتو عبد النبي عامل نظافه، والزوجه ديالو سميتها صبر اللي ربت بيت، عندهم جوج وليدات وبنيته. هاد القصة هادي وقعت في 2014. انطلاقا من هاد القصة غادي نشوفو كيفاش المرأة تقدر تحيد الشيطان من بلاصتو وتجلس هي. صبر وعبد النبي مدة ديال الزواج ديالهم دامت تقريبا 7 سنين. كيف قلت لكم في هاد 7 سنين هادي ولدوا 3 ديال الوليدات اللي بنيته وجوج وليدات، وكانوا عندهم مشاكل بحال كاع الناس. مهم مرة مخاصمين مرة مصالحين، ولكن المشكل الكبير اللي كان عند صبر هو ضعف الشخصية ديال راجلها. ما كانش متقبلاها، كانت شخصيته ضعيفة، وكان حتى القدرات البدنية ديالو حتى هما ضعاف، فكان مسكين صحته على قدو. المرض ديال عبد النبي كان كيمنعو يمارس علاقة زوجية بشكل طبيعي مع الزوجة ديالو. هادشي اللي كان كتشوف هي انها كتستاهل راجل محسن، كتستاهل انها تكون مع راجل اللي بصحته، وانها مضيعه شبابها، مضيعه صغرها، مضيعه حياتها مع هاد الزوج هذا. صابر بان ليها البلان في حماها اللي سميتو مصطفى، يعني بات راجلها. بان ليها فيه البلان، بدات كدير دوك الالاعيب، بدات كتجبد مع مواضيع، بدات كتغتنم الفرصه ملي كتكون الدار خاويه، كتمشي حداه وتبدا دير شي تصرفات اللي ماشي هما هادوك باش طيحو في الشبكه. وفعلا طاح ليها الشارف في الشبكه. ايوا هنا الصبر وحماها ولا شيخها كيف كنقولوا ولاو عشقاء، عشقاء ولاو عاشقين. مدة ديال عام هما مع بعضياتهم وكيمارسوا حياة زوجية بشكل سري. عبد النبي ما كان حاس بحتى حاجة، بحتى تغير من الجهة ديال مراتو من جهته. يمكن حيت كان كيبغيها، داكشي علاش كان مغمض عينيه، الله اعلم. في نظركم صبر غادي تكتفي فقط بعلاقتها مع راجلها زائد علاقتها مع شيخها؟ لا امبوسي، ما يمكن. ما يمكنش امبوسي. هنا صبر بان ليها البلان حتى في خروج لها الكبير تامر اللي مزوج هو ومراته، عندهم تا هما مشاكل، ولكن مشاكل عاديه بحال اللي كيكونوا في جميع البيوت بالازواج. ولكن صبر حطات يديها في المشاكل. غادي يبقاو مشاكل عاديه؟ بطبيعه الحال لا، غادي يتحولوا لمشاكل كبار حيت صبر حطات يديها في هذوك المشاكل. ايوا هنا تامر ومراته ولا بيناتهم خلافات كبارين، لدرجة ان مرات تامر ولات كل شوية غادا غضبانة لدارهم. وهنا صبر ولات كتستغل الفرصة وكتبدا تطلع عنده للدار وكتخدمو، يعني الحوايج اللي خاص مراتو هي ديرهم كديرهم هي، ولات كدير شي حوايج ماشي هما هادوك، شي تصرفات ماشي هما هادوك باش طيح لوسها في الشبكة. وفعلا طاح لها حتى هو في الشبكة. ايوا ولا حتى هو عاشق ديالها بطبيعة الحال في السر، وتا هما ولاو كيتعاملوا مع بعضياتهم معاملة الازواج. صداع بين تامر ومراته كبر، وصل بهم للطلاق، وتامر طلق مراته، وداكشي اللي كانت باغا صابر من المره الاولى. هنا خوات ليها الساحه ولات دايره ما بغات. دابا حلوا معايا عقلكم. الوقت اللي صبر عندها علاقة زوجية مع راجلها هي نفسها الوقت اللي عندها علاقة زوجية مع شيخها ولا حماها، في نفس الوقت عندها علاقة زوجية مع لوصها، يعني جامعة بين الزوج أولا الابن والأخ والأب. وشي ما عارف شي راه عندها علاقة مع الشي الآخر. الحماة ديال صبر اللي سميتها فتحية كانت شاكة، حيت كتشوف شي تصرفات ماشي هما هادوك كديرهم صبر مع لوزها. هي كانت شاكة فقط بين صبر ولوز، راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. راجلها مستبعداه كليا بحال ما كاين حتى حاجه، وهي ما بانش لها انه راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. هي كانت حاضيه فقط صبر مع لوزها الكبير اللي هو تامر، شاكه ان بيناتهم شي حاجه ماشي هي هذيك. والحاجه اللي خلاتها تشك هي صبر ملي كيخرج راجلها ديريكتومون كطلع عند لوسا، ولوسا حتى هو كيجي في اوقات اللي ما موالفش يجي فيهم، ولا كيجي بكري قبل ما يجي خوه عبد النبي. المهم هنا الحماة بقات جاريه معاهم اللعب حتى لواحد النهار حصلاتهم قيطي في الدار.
شنو كديروا ما شنو كديروا، أحقا ما حقا غير جاب لك الله، لا ما كنديروا حتى حاجة، غير أنتِ توسوستي، غير هذا غير هذا، بقات كتغوت عليهم، مكروا هما قالوا راه ما كاين حتى حاجة. الحمات مشات عند ولدها عبد النبي قالت له شوف اولدي، راه مرتك وخوك بيناتهم شي حاجه. ما قالش ليه شنو شافت، قالت له غير بيناتهم شي حاجه، رد البال مع مراتك. هنا يا عبد النبي نوض صداع مع صابره، بقى كيغوت عليها، قالت لي هي لا حقا ما حقا، راه امك غير حيت ما كتحملنيش وبغات تشري ليا صداع معاك وكذا وكذا. بمسط القضيه هو تيقى قال لها صافي سمحي ليا. إوا ملي وقع هادشي كامل، هنا صابر ولات تتفكر كيفاش تحيد عبد النبي من الطريق باش يخلى ليها الجو بينها وبين تامر، وكتفكر كيفاش تقتلو. واحد النهار صابر وعبد النبي نوضوها صباط بعضياتهم، وكانت حماتها حاضره. عبد النبي طلع ليه الدم، قال لها هزي حوايجك نديك لداركم حتى نفكر شنو غادي ندير، انا هادشي طلع ليا في راسي. فعلا دخلات هزات حوايجها وهزات واحد الحبل ديال النشير، دارته في الساق وخرجات، خلات ولادها مع حماتها ومشات هي وراجلها، على اساس راجلها غادي يوصلها لدارهم حتى يلقاو حل واللي غيحل لهم المشكله ديالهم. فعلا بقاو غاديين دايزين بحدا واحد الضايه كيقولوا لها في مصر الترعه. هنايا صابر افتعلت مشكل مع عبد النبي، بدا مني منك الغوات، مني منك ضربني نضربك، هي حيت كانت صحيحه عليه، هو كان مسكين صحته قليله على قد الحال، جمعاتو بنص، هزات واحد العصا كانت حداها طايحه من واحد الشجره، ضرباتو للراس، بقات كضرب فيه حتى السيد ودع. خدات يديه ورجليه ربطاتهم بديك القنبه اللي جابت معاها من الدار، وهزات السيد ورماتو في ديك الضايه، وكملات طريقها لدارهم بحال ما وقعت حتى حاجه. دخلات قالت لدارهم راه وصلني عبد النبي وما بغاش يدخل، راه رجع بحالاتو لدارهم. هادشي كامل داز عليه 3 ايام. الجثه ديال عبد النبي طلعات في واحد البلاصه، قريه هي بعيده على القريه ديالهم اللي عايشين فيها. الناس اللي شافوا ديك الجثه علموا البوليس جاو هزوا الجثه، بداو كيقلبوا على الناس اللي دايرين بلاغات الاختفاء في ديك القريه وفي القرى اللي دايرين بها. بقاو كيجيو الناس كيشوفوا، جا حتى الاخ والاب ديال عبد النبي شافوه وقالوا لا ماشي هو هذا خونا، ولو انهم عرفوه. ملي مشاو قالت لهم الام علاش قلتوا ماشي هو هذا، قالوا حقا ما حقا خايفين مشوها. الجثه ديال عبد النبي دفنات في نفس القريه اللي تلقات فيها، في المقابر ديال الصدقه. مقابر الصدقه هما عندهم تما في مصر، هما المقابر اللي كيدفنوا فيهم الناس اللي كيكونوا ما معروفينش اولا الناس مساكن اللي متشردين ما عندهمش العائلات ديالهم، كيدفنوهم في واحد المقابر مسمينهم مقابر الصدقه. صابر في هذا الوقت كانت باقا في دارهم وكانت على تواصل مع تامر. هنا حمات صابر فتحية كانت متأكدة مليون في المية أن صابر هي اللي قتلت ولدها، ولكن ما قدرتش تمشي تعلم علاش، قالت لك حتى هي خايفة من الشوهة. صابر وتامر اتفقوا مع بعضياتهم على اساس انه غيمشي يجيبها من دارهم وغادي يقول لمو انت مرا كبيره وصحتك على قد الحال ما غاديش تقدري تقابلي الوليدات بثلاثه، انا غنمشي نجيب امهم هي تقابلهم. وداكشي اللي كان. مشى تامر جاب مرت خوه للدار ورجعت المياه الى مجاريها العكيره، رجعت على علاقه زوجيه مع الحما ديالها يعني بط راجلها، ورجعت كذلك في علاقه زوجيه مع لوزها. هنا الأم بقات حاضية وعرفت أن شي حاجة ماشي هي هذيك باقا كتوقع. هنا المفاجأة هي تامر غادي يقول الأم ديالو أنا باغي نتزوج مرت خويا. إيوا هنا مو ناضت كتحيح وكتغوت وحلفات لهم بالله والله هاد الزواج إلا كمل والله لا كان. هنا الأم ديال تامر وعبد النبي قالت لصبر غادي تجمعي حوايجك وتمشي بحالاتك لداركم ودي ولادك معاك، راجلك اللي كان هنا الله يرحمه مات. هنا صبر بدات تتفكر كيفاش غادي دير تحيد عليها فتحية من الطريق، وداكشي اللي كان فكرت حتى فكرت وقالت غادي نقتلها. بقات متبعاها حتى دخلات للكوري. صبر تبعات حماتها ملي مشات للكوري بشويه باش ما تشوفهاش، هزات واحد العصا وضربتها للراس، بقات كضرب خلاتها طايحه في دمايتها حتى قتلاتها، خلاتها في دمايتها وخرجت. قالت حقا ما حقا ملي غادي يشوفوها الناس غادي يقولوا راه البقر اللي ضربوها راسها وماتت. داز تقريبا واحد 3 سوايع فعلا شافوها الناس، شافوا الحما مسكينه تما مليوحه. جاو الناس علموا البوليس، جاو البوليس كيشوفوا قالوا حقا ما حقا الناس كيقولوا ان حنا شاكين ان البقر هو اللي قتلها، ولكن البوليس شافوا تما
عرفوا ان كاينه شبهه جنائيه ماشي البقر اللي قتلها. ايوا البوليس بداو في التحقيقات ديالهم، كيسولوا من هنا كيبحثوا من هنا، حتى واحد ما عطاهمش اخبار، حتى واحد ما قال لهم ها شنو كاين شنو كاين. ما لقاوش راس الخيط منين يشدوا اولا منين يبداو البحث ديالهم. حتى الاب والاخ ديال عبد النبي ما قالوش ليهم راه كاين مشكل واقع بين صبر وحماتها. ضمصت القضيه ما عرفوش اصلا شكون اللي قتلها. هنا صبر بدا تتفرح، قال صافي راه حيتها من الطريق غادي ندوز للولد. ويا فرحه ما تمت، بانت واحد السيده سميتها يسرى. هاد السيده هادي كانت صاحبه ديال فتحيه، كانت صاحبتها الروح بالروح وكاتمه الاسرار ديالها. مشات عند البوليس وقالت لهم راه فتحيه قبل ما تموت قالت لي انها شاكه بان صبر هي اللي قتلت راجلها. علاش ما علاش؟ حيت عرفات انها عندها علاقه بينها وبين لوزها، وقالت لهم انها عارفه ان الاب والاخ ملي مشاو يشوفوا الجثه ديال الولد عرفوا انها هي، تعرفوا على الجثه ولكن ما قدروش يقولوها للبوليس. علاش؟ حيت خافوا من الشوهه، وانها شاكه ان صبر هي اللي قتلت حتى صاحبتها فتحيه باش تحيدها من الطريق هكا باش يخلى ليها الجو مع تامر. ايوا البوليس غير سمعوا هادشي عادوا قرقبوا على صبر، جابوها عندهم وزيرناها. اعترفت ليهم بكل شيء اللي كاين، بانها هي اللي قتلت راجلها وقتلت حماتها وبالعلاقه ديالها مع حماها ومع لوسها. وقالت لهم انا قتلت حماتي وقتلت راجلي باش يخلى لي الجو مع تامر حيت كنت باغا نتزوج معاه. ايوا هنا صبر تحاكمات وحكموا عليها بالاعدام. شنو بالكم في الحكم؟ انا بالنسبه لي حكم عادل بالنسبه لصبر، ولكن الزوج ديال فتحيه والابن ديالها تامر ما تحاكموش، وكان خاصهم يتحاكموا على الفساد وعلى تستروا على المعرفه ديالهم بالجثه ديال عبد النبي، وما قالوش راه هي هذيك الجثه ديال ولدنا. ما عرفتش، ولكن انا كنشوف ان حتى هما كان خصهم يتحاسبوا على الافعال ديالهم. هاد القصه هذه وانا كنوجد فيها الشعر ديال راسي وقف من الاحداث اللي فيها. ما كنجي فين نكمل واحد الحدث حتى كيجي حدث كبار منه خطار منه. هاد العائله عائله واطيه شخلوانيت هما. عبد النبي كان شخص اللي ضعيف الشخصيه ديالو، لهذه هي الحاجه اللي خلات صبر مراته تنفر منه، ولو انه ماشي مبرر انها دير فيه هذا الحال. الانسان اللي كتكون الشخصيه ديالو ضعيفه كيكون منبوذ في المجتمع، كيكون منبوذ حتى في الاسره ديالو، ودائما كيشوفوه صغير، وكاين شي مرات ما كيشوفوهش كاع. والانسان الا ضعف شي مرات الضعف من الاحسن يكون بينه وبين راسو. الواحد الا ضعف يدخل لواحد البيت يسد عليه ويجلس مع راسو حتى يرتب افكاره ويعرف راسو من رجليه عاد يخرج. ما عمر الواحد ما يبين الضعف ديالو قدام شي حد. الحياه اللي حنا فيها بغات الواحد يكون قوي، يكون قوي من الداخل ديالو عاد من برا. هذه هي القصه ديالنا اليوم، نتمنى تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه. وما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم على القصه كيفاش جاتكم، وما تنساوش ليا حتى جيم. السلام عليكم.